اهلا بيكم، ازيكم؟ كل مره باجي اكريت صوره ما بعرفش اوصل للنتيجه اللي انا عايزها، لاني ببساطه ببقى محتاج برومبت انجينيرنج عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. بمعنى ان انا ببقى محتاج اعرف الالفاظ اللي بيستخدموها علشان خاطر اطلع بالنتيجه اللي انا عايزها، واحيانا كتير ده بيكون بالانجليزي وما ببقاش عارف اوصل للنتيجه اللي انا عايزها في الصوره. علشان كده انا جايب لكم النهارده ليوناردو اي اي فلو ستيت فانكشن جديده. فانكشن جديده هتسهل عليك ان انت تعمل صور بالشكل اللي انت عايزه وهتوصل للنتيجه اللي انت عايزها مؤكد. انا اسمي هاني ودي قناه اي اي بالعربي. لو لسه ما تابعتنيش ما تنساش تشترك في القناه. خلينا نشوف دلوقتي ازاي بنكريت صور بالشكل اللي احنا عايزينه بافضل نتيجه ممكنه. اول حاجه هنعملها هنخش على ليوناردو اي اي، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وبعدين هنخش على الخاصيه الجديده اللي اسمها فلو ستيت. لو ما لقيتهاش هنا اهوت ممكن بسهوله جدا تخش على ايمج جنريشن، وبعدين هتلاقي في عندك تو اوبشن، كلاسيك مود. كلاسيك مود هتكتب البرومبت بتاعك وهتطلع لك الصوره اللي انت عايزها. وفلو ستيت، فلو ستيت هتكتب هنا هو بدايه بسيطه جدا بس للبرومبت اللي انت عايزه. يعني مثلا انا هنا هو هقول ان انا عايز الاهرامات، فهكتب ده بيراميدز، وممكن اكتب جنبها سوبرمان مثلا بسهوله جدا. بمجرد ما هدوس جنريت انا دلوقتي كتبت له ذا بيراميدز والسوبرمان. انا ما حددتش ولا الوان ولا اشكال ولا خاصيه ولا اي حاجه. كل اللي انا هعمله هدوس جنريت، ومجرد ما هدوس جنريت هيبتدي يكريت لي عدد لا نهائي من الصور. زي ما انتم شايفين هو مطلع لي هنا هو صوره سوبرمان ووراه الاهرامات بالشكل اللي انتم شايفينه. اقدر ان انا احسن من ده بان انا اخش على الاوبشنز اللي على الجناب دي، او ان انا اكمل سكرول. لو كملت سكرول هيفضل يديني سوبرمان مع صور الاهرامات بشكل لا نهائي. زي ما انتم شايفين هو عمال يكريت 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 زي ما انتم شايفين. طبعا انا ممكن امشي باي نتيجه من النتائج ديت، او ان انا اخش على الاوبشن دوت واشوف الاوبشنز مديني ايه. عايزه كلر سكتش، عايزه لوجو، عايزه تاتو، عايزه بيبر كرافت، عايزه بالشكل اللي انت عايزه. انا عجبني الشكل ده هنا اهوت، ممكن اكون مش لاقيه في الاختيارات اللي هو مديهاني، فخلينا نخش على الشكل ده. فهنزل تحت كده ومجرد ما هقف عليه هيقول لي more like this، وقال لي كمان الكونسبت بتاعه. الكونسبت بتاعه الفايب كونسبت ارت واللايتنينج جرينري. انا ممكن اقول له create more like this وهيبتدي يكريت لي صور جديده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو دلوقتي ابتدى يحط الاختيارات ويبتدي يحدد الصوره اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه. طبعا انا لو عجبتني اي صوره من الصور دي بسهوله جدا هقف عليها وهقول له مور لايك ذس، هيكريت لي برضو صور قريبه للمنظر اللي انا شايفه ده. فانا مثلا عجبتني الصوره، خلينا نختار مع بعض الصوره دي، او خلينا في دي اجمل، او دي كويسه، فخلينا نخش على دي. هيبتدي يحدد لي صور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب انا عايز احدد كونسبت مختلف، فانا ممكن اخش هنا واقول له بيبر كرافت، وهقول له وبدل رينري، بدل ما هي فيها رينز، لا هخليها فوليومتريك. وبدل ما هي شوت تايب، الشوت تايب هنا اهوت هتبقى من فوق من تحت من اليمين من الشمال، فخلينا نحطها دريمي. وخلينا نحط على الكالر ثيم نخليها حاجة وورم. خلينا نشوف النتائج اللي هتطلع دلوقتي. بس قبل ما نشوف النتائج اللي هتطلع انت ممكن كمان تحدد حجم الصورة. يعني ممكن تبقى 2 في 3، 1 في 1، 16 في 9. انا بفضل 16 في 9. لو لاحظتوا ان هو هتلاقوه كتب لي كل اللي انا عملته بالاختيارات اللي انا كتبتها. كل اللي انا هعمله هقول له جنريت وهيبتدي يديني النتيجه اللي انا عايزها. الميزه فيه ان هو بيديني عدد لا نهائي من الصور اللي منه اقدر ان انا اختار الصوره اللي انا عايزها. انا عجبتني مثلا الصوره دي فهقول له اديني صور تانية زي دي، فهيبتدي يكريت لي صور زي دي وهكذا. وكل ما هتبتدي تحسن في الصورة كل ما هتطلع بالنتيجة اللي انت محتاجها. شايفين المنظر بتاع الصور بقى عامل ازاي؟ انا ما كتبتش غير سوبرمان مع البيراميدز وهو اداني النتيجة اللي انا محتاجها بالظبط. انا كنت عايز النتيجة دي. ايه رأيكم في النتيجة دي؟ طبعا من هنا اقدر اب سكيل. لو انا عايز الصورة ديت بجودة اعلى من كده اقدر تو داونلود، اقدر تو سيف. فانا هخليها تو سيف تو لايبراري وهعمل لها داونلود كمان عندي، وهتصبح دلوقتي متسيفة عندي. لو انا قفلت الصورة كده ورجعت باك هلاقيها موجودة عندي في الصور بتاعتي في اللايبراري بتاعتي هنا اهو. لو انا فتحت اللايبراري هلاقي الصور كلها اللي انا كريتها، ودي الصورة اللي انا كريتها في الاخر اللي هي بتاعت سوبرمان. الميزة فيها ان هنا اهوت مديني البرومبت بالكامل، لو عايز اعدل فيه اقدر اخده. ممكن تعمل هنا اهوت ايمج تو موشن ان انت تحرك الصورة دي، او ايمج تو ايمج. فخلينا نعمل ايمج تو موشن ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. بس طبعا انا لازم اكون على البايد فيرجن عشان خاطر اقدر اني اعمل ايمج تو موشن. طيب خلينا نتكلم بقى في الاسعار.
بمناسبة الاسعار عشان تبقوا عارفين، في الوقت اللي انا بسجل فيه الحلقة ديت انت معاك 150 كريدت تقدر تستخدمهم زي ما انت عايز في اليوم. يعني انت كل يوم بينزل لك 150 كريدت تقدر ان انت تستخدمه. انا هنا بالنسبه للجنريشن اللي انا استخدمته، لو قلت له ايمج كرييشن تقدر تشوف اللي فاضل حوالي، انا استخدمت 48% واللي فاضل 52% من الايمج جنريشن بتاعي بتاع النهارده في كميه الصور اللي انا عملتها دي. فانت معاك في اليوم 150 كريدت، ولو انت هتسجل معاهم وهتدفع يبقى هتاخد في اليوم بدل 150 كريدت هتاخد 8500 كريدت في اليوم بيتجددوا كل شهر. او لو اخدت البلان الاعلى شويه هتبقى ب 25000 كريدت. طبعا انا مش عارف هل هتفضل بالاسعار ديت ولا هتتغير، بس اللي انا متاكد منه ان دلوقتي وانا بكلمكم في الحلقه هتكون 150 كريدت في اليوم مجاني، فتقدر تستخدمه وتكريت الصوره اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه. ده كان سريعا جدا ازاي تستخدم ليوناردو اي اي في ان انت تعمل صور من غير ما تكتب برومبت وتعقيدات البرومبت. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. اشكركم جدا، تحياتي، مع السلامه.